في شقة عادية جدا في القاهرة. واحدة ست قاعدة شكلها بسيط، لكن اللي محدش كان يعرفه إنها كانت بتبعت أسرار بلد كاملة للعدو. اسمها انشراح موسى، واحدة من أخطر قصص الخيانة في تاريخ مصر الحديث. انشراح ست من طبقة بسيطة جدا، عيشة صعبة وفلوس على قدها وطموح أكبر من إمكانياتها بكتير. اتجوزت راجل اسمه إبراهيم شاهين، موظف عادي بس عنده نفس المشكلة، طموح بدون حدود ونفس مفتوحة للفلوس بأي طريقة. البيت كان مليان مشاكل، ضغط مادي وخناقات وإحساس إن الحياة ظلماهم. وهنا بدأ أول شرخ في جدار الوطنية. السفر كان نقطة تحول. الزوج سافر بره وهناك اتفتح عليه باب الشيطان، جهاز الموساد. قابل ناس عرضوا عليه فلوس خيالية مقابل معلومات. في الأول اتردد، لكن الفلوس كانت كفيلة تكسر أي مقاومة. وافق، ومش بس كده، رجع مصر وجر معاه مراته. انشراح ما كانتش ضحية، بالعكس دخلت اللعبة بكامل إرادتها. اتعلمت ازاي تتعامل وازاي تتكلم وازاي تبان عادية وهي بتخون بلدها. الزوجين بقوا خلية كاملة، كانوا بيجمعوا معلومات حساسة زي تحركات الجيش والأماكن الحيوية وتفاصيل عن شخصيات مهمة ويبعتوها مباشرة للموساد. الفلوس بدأت تبان عليهم، مستوى معيشتهم اتغير فجأة، لبس، فسح، حياة مش شبههم خالص. لكن الزيادة دي كانت أول خيط يوصلهم للنهاية. جهاز المخابرات العامة المصرية بدأ يلاحظ ازاي ناس بسيطة فجأة كده بقت عايشة حياة الأغنياء. ليه في تحركات مريبة؟ ليه في إشارات مش مفهومة؟ تم وضعهم تحت المراقبة، مكالمات وتحركات وعلاقات، كل حاجة كانت مرصودة. وبعد شهور من المتابعة الصورة اكتملت. في عملية دقيقة تم القبض على الشبكة بالكامل في 25 نوفمبر 1974. انشراح وجوزها وأولادها وقعوا كلهم في قبضة المخابرات بدون أي فرصة للهروب. والصدمة، كمية المعلومات اللي سلموها للعدو كانت مرعبة. اتحكموا في مصر بتهمة التجسس لصالح الموساد، صدر حكم بإعدامها شنقا هي وجوزها. استنى، دي مش النهاية خالص، في تكملة غير متوقعة. حكم الإعدام اتنفذ في جوزها بس، لكن هي لأ. ليه؟ عشان تم التفاوض مع الرئيس الراحل أنور السادات وتأجل إعدامها بأمر شخصي منه، وبعد كده صدر عفو رئاسي عنها، واتمكنت في صفقة لم يعلن عن تفاصيلها من دخول إسرائيل مع أولادها الثلاثة. حصلوا جميعا على الجنسية الإسرائيلية واعتنقوا الديانة اليهودية وغيروا أسمائهم من شاهين إلى بن ديفيد، ومن انشراح إلى دينا بن ديفيد، وعادل إلى رافي، ونبيل إلى يوسي، ومحمد بقى اسمه حييم. ودي آخر صورة ليها وهي مسنة وعايشة في إسرائيل. القصة فعلا من النوع اللي يخليك تستغرب، مش بس خيانة لكن كمان نهاية مختلفة تماما عن اللي الناس متوقعها.